يا ترى احفظ القرآن ولا افهمه واعمل بيه؟ ده اللي هنحاول نفهمه في حلقتنا النهارده ان شاء الله. كنا اتكلمنا في حلقة قبل كده عن ازاي تحفظ القرآن وتفهمه في 8 شهور بس، تقدر تشوفها في وصف الفيديو على اليوتيوب، وده طبعا بعد ما تكمل حلقتنا النهارده. ده اللي هنقوله هنا اهم من اللي هناك كمان. نرجع بقى للسؤال، صراحة السؤال مهم، وعشان كده فايه رأيك تقول لنا بقى في الكومنتات اجابتك على السؤال او تجربتك في الموضوع قبل ما نروح للانترو ونجاوب عليه. يا ترى الاحسن انك تحفظ القرآن ولا تفهمه وتعمل بيه؟ وطبعا ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناة على اليوتيوب، وتبعت الحلقة لكل اصحابك على ماسنجر وواتس علشان يستفادوا ويكون ده في ميزان حسناتك. يلا بينا. في البداية حابين نقول نصيحة مهمة للي حابب يبقى متمكن في حفظ القرآن ويثبته أكتر، والجزء اللي هو حفظه ما يطرش منه. في مرحلة حفظ القرآن بالنسبة لك متقسم ل3 أقسام: قسم أنت حافظه ومتقنه جدا، وقسم أنت لسه مش حافظه، وفي قسم في النص كده أنت مش عارف ولا أنت حافظه ولا مش حافظه، يعني حفظه ضعيف وطاير شوية. وخلي بالك القسم اللي في النص ده بأي شكل من الأشكال لازم يختفي، لأن وجوده ده مشكلة، فلازم تتخلص منه ويبقى عندك قسمين بس: قسم أنت حافظه ومتقنه، وقسم أنت لسه هتحفظه. طب من الأول كده احدد ازاي الايات دي، هل هي من القسم الاول ولا الثاني ولا الثالث؟ الايات لو كنت تقدر تقراها بشكل غيبي من غير غلطات، او لو تقدر تصلي بيها امام في الصلاه، او لو انطلب مثلا انك تقراها في حفله او في مناسبه من غير تحضير واديتها بشكل زي الفل، فيبقى ده في القسم الاول اللي هو القسم المحفوظ. طب ايات المفروض حافظها بس ما عرفتش تعملها في المواقف اللي قلناها دي، يبقى دي في القسم اللي في النص. وطبعا اللي مش محفوظ انا عارف اني مش حافظ. طيب ايه الاسباب بقى اللي بتوصلنا للقسم اللي في النص ده اللي احنا المفروض مش عايزينه؟ عرفني بقى الاسباب علشان ما نوصلش ليه من الاول. الاسباب يا سيدي، يا اما انت حفظت من الاول حفظ مش متقن، يعني حفظتها اي كلام بسرعه كده وخلاص، يا اما انت حفظتها بشكل متقن لكن ما راجعتهاش بشكل كويس، يا اما الاثنين، حفظتها بشكل مش كويس مش متقنها وبرضه ما راجعتهاش وعاوزها في الاخر تثبت، عمرها ما هتثبت. المهم، طب انا عرفت كده ال3 اقسام دول، المفروض اعمل ايه في كل قسم؟ اول قسم اللي انت حافظه كويس جدا ومتقنه ده لازم تراجعه بشكل مستمر، يعني كل اسبوع او 10 ايام بالكتير تكون مراجعه مره، علشان القرآن بيتنسي بسرعه: وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. طب بالنسبه للقسم اللي في النص اللي مش باين لونه ولا ابيض ولا اسود، ده بقى هتعتبره كانك مش حافظه اساسا، وهتاخده صفحه صفحه او ربع ايا كان، وتقعد تحفظ وتكرر وتقراه غيبا. في غلطات اعمل نفس الحكايه لحد ما توصل ان مفيش غلطات، وانقل على اللي بعده وهكذا. بالنسبه بقى للي انت مش حافظه اساسا، فده اللي هنكمل بيه الحلقه ان شاء الله مع اجابه السؤال اللي سيبناه في الاول خالص. وقبل ما نجاوب السؤال خلي بالك الخطوات اللي لازم تاخدها في كل قسم لازم تتعمل بالتوازي، يعني المراجعه مع الحفظ مع تظبيط المكسر كله في وقت واحد، ويمشي بشكل يومي حتى لو الكميه هتقل شويه. نرجع بقى لسؤالنا: احفظه ولا افهمه واعمل بيه؟ طب ما تيجي نرضي الطرفين، نحفظه وفي نفس الوقت نفهمه ونعمل بيه. ازاي بقى الكلام ده؟ ببساطه بدل ما تختم القرآن في 8 شهور اختمه في سنه او سنتين او 3 او حتى 5، وان شاء الله تخلصه يعني قبل 5 سنين. المهم كل ايه وكل صفحه تحفظها تفهمها وتقرا تفسيرها كويس جدا، ولو تعرف تحفظه كمان يبقى زي الفل. بشكل عام لازم تفهم الايات دي وتبدا تطبقها في حياتك العمليه، ودي احسن طريقه لحفظ القرآن واسهلهم، لانك هنا مش مجرد بتحفظ ايات وخلاص، ده انت بتحفظ ايات انت فاهم معناها وعارف هي نزلت في ايه وعارف بتطبقها ازاي في حياتك وبتقراها في صلواتك، فمستحيل الايات دي تتنسي. وده الطريق اللي كان بيمشي بيه الصحابه. ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان الرجل منا اذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. فكان الصحابه ماشيين بالمبدأ ده اللي هو الحفظ مع التفسير وفهم المعاني وتطبيق. لكن طبعا المبدأ ده فيه استثناءات، يعني مثلا لو ابنك صغير او عنده قدرة كويسة في الحفظ انه يحفظ بسرعة جدا، فاهتم بانه يحفظ بسرعة ويتقن حفظه كويس، وتفهمه اللي بيحفظه بقدر الامكان على حسب سنه طبعا وعلى حسب المعلومات اللي ممكن توصل له، لان حفظ القرآن ده هيبقى خطوة كويسة جدا ليه، وهتخليه بعد كده يدور ويعرف ويفهم المعاني اللي كان بيحفظها دي معناها ايه ونزلت في ايه وكل الكلام ده. طب هو انا ليه لازم افهم معانيه واقرا التفسير والحاجات دي كلها؟ ما انا مش هبقى متخصص يا عم ولا هبقى شيخ، ومين قال انك بعد ما تقرا التفسير او تعمل الحاجات دي كلها هتبقى شيخ؟ دي حاجات اللي المفروض اي مسلم يكون عارفها ببساطه جدا، لان ربنا عز وجل انزل القرآن علشان نفهمه ونتدبر معانيه، ونعرف الرسائل اللي بيبعتها ربنا لينا من ورا كل كلمه وكل قصه، ونعرف قصص الناس اللي قبلنا واللي وقعوا فيه ونستفاد من اخطائهم وما نوقعش فيها. القرآن نزل علشان نحكم بين الناس بيه، وعلشان يعرفنا امور ديننا وحياتنا كلها، ونقدر ندعي غير المسلمين للاسلام،
ونعرفهم الاسلام بيقول ايه في الموضوع الفلاني وايه وضع المرأة في الاسلام. القرآن نزل علشان ينظم لنا امور حياتنا كلها، ما نزلش علشان نحفظه ونقعد نردده كده من غير فهم وخلاص. فكل كلمة وكل آية وكل قصة نزلت ليها اسباب ودوافع ووراها رسائل اكتر لازم نحاول نفهمها، وما ينفعش احنا المسلمين نضيعها مننا. طب ليه اللي حابب يقرا في تفسير القرآن وعاوز كتاب او حاجة بسيطة وسهلة، من اسهل الكتب لغير المتخصصين كتاب صفوة التفاسير، واللي مش هيقدر يقرا او حتى هيقرا ومحتاج زيادة فانصحه بفيديوهات تفسير القرآن للشيخ الشعراوي، تفسير كافي ووافي وعمرك ما هتمل منه من جمال التفسير ده. فنطلع من الحلقة بقى بالصلاة على النبي كده ناويين على 3 حاجات. اولهم اننا نبدا نحفظ القرآن لو لسه ما حفظناش ايا كان سننا، مع المراجعة المستمرة ونفهم كل اللي نحفظه ونعمل بيه علشان تستقيم امور حياتنا. ولو انت صغير في السن ولسه شباب حاول تحفظ القرآن بسرعة علشان دي احسن فترة لكده وهيبقى حفظه عليك سهل جدا. تاني حاجة للي بدأ وما كملش، لازم ترجع تكمل حفظ مع المراجعة، وطبعا اللي عنده اجزاء في القسم اللي في النص لازم يرجع يحفظهم تاني ويخليهم في القسم الاول اللي هم محفوظين جامد. وتالت حاجة دي بقى للكل، ما تنساش تعمل لنا لايك وشير وتشترك في القناة على اليوتيوب. مهم تدخل تشترك في القناة على اليوتيوب، ادخل يلا اشترك بسرعة، وطبعا تتفرج على الحلقات اللي فاتت وتقول لنا رأيك الجميل في الكومنتات، وتتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي كلها، وتبعت الحلقات لاصحابك على ماسنجر وواتس وفيسبوك وفي كل مكان علشان ينطبق عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله. تمام كده ولا ايه؟ السلام عليكم. وحلمنا في قلبنا جوانا الخير يزيد، حتى النجوم في السماء عمرها ما تكون بعيد.